صفقة 100 مليون يورو. ريال مدريد يحسم موقفه من ضم برونو فرنانديز. مكافآت ضخمة في ريال مدريد، أرقام قياسية تنتظر اللاعبين. ريال مدريد يستعد للتواصل مع يورغن كلوب لخلافة أنشيلوتي، 3 خيارات أمامه. أنشيلوتي يسعد عشاق جماهير ريال مدريد قبل لقاء أرسنال المرتقب. إلى التفاصيل. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد بأن التعاقد مع الدولي البرتغالي برونو فرنانديز صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية. وسبق وزعمت التقارير عن وجود رغبة من جانب ريال مدريد في ضم برونو فرنانديز، والذي يفكر بقوة في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بالصيف. صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية استنادا إلى مصادر مقربة من إدارة ريال مدريد أكدت أن فكرة التعاقد مع برونو فرنانديز لم تكن مطروحة من الأساس، إذ لم يدرج اللاعب ضمن خطط النادي رغم مكانته البارزة في مانشستر يونايتد ودوره القيادي داخل الفريق الإنجليزي. وأكدت المصادر أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أكد أن استثمارا 100 مليون يورو في لاعب يبلغ من العمر 30 عاما لا يعد خيارا منطقيا ولا يتماشى مع سياسة النادي في السنوات الأخيرة. ويرى ريال مدريد الذي يركز على جلب المواهب الشابة وصقلها لتكون نجوم المستقبل أن هذه الصفقة لا تتماشى مع استراتيجيته. فالإدارة تدرك جيدا أن التعاقد مع لاعب مثل فرنانديز رغم مهاراته الكبيرة لن يكون قرارا يصب في مصلحة الفريق على المدى الطويل، خاصة في ظل امتلاك النادي خيارات قوية في مركزه. من الناحية الفنية لا يمثل برونو فرنانديز إضافة ضرورية لريال مدريد في الوقت الحالي، فالميرينغي يملك خط وسط متكامل يضم لاعبين شباب على مستوى عال مثل جود بيلينغهام، والذي أصبح أحد أهم ركائز الفريق، إلى جانب عناصر خبرة مثل لوكا مودريتش مع وجود أسماء أخرى مثل فيدريكو فالفيردي وإدواردو كامافينغا. وفي ظل وجود هؤلاء اللاعبين يبدو التعاقد مع صانع ألعاب إضافي أمرا غير ضروري، خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي يعتمد على أسلوب لعب ديناميكي يمنح الحرية للاعب الوسط في صناعة اللعب دون الحاجة لضم لاعب جديد في مركز برونو فرنانديز. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تولي اهتماما كبيرا لتعزيز خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ترى أن الحاجة إلى تدعيم هذا المركز تفوق ضرورة تعزيز خط الوسط الهجومي. ويأتي هذا التوجه في ظل تقدم بعض اللاعبين الأساسيين في العمر، مما يدفع النادي للبحث عن مدافع شاب يمتلك إمكانية عالمية ويكون قادرا على قيادة الخط الخلفي لسنوات قادمة. يرتبط النجاح الرياضي في عالم كرة القدم ارتباطا وثيقا بالنجاح الاقتصادي، ونادي ريال مدريد ليس استثناء. منذ سنوات تبنى فلورنتينو بيريز سياسة ربط المكافآت بتحقيق الألقاب، وهو ناج أثبت فعاليته. وفي بعض الحالات الاستثنائية يمنح النادي مكافآت للاعب على إنجازات بارزة، كما حدث بعد الفوز على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، حيث حصل كل لاعب على 250 ألف يورو كمكافآت إضافية. هذه السياسة تدفع اللاعبين لبذل أقصى جهدهم، حيث يرى البعض أن المكافآت قد تفوق على الرواتب التي يتقاضونها في أندية أخرى. خلال الموسم الماضي أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد أنفق 40 مليون يورو كمكافآت للاعبين بعد تتويج الفريق بثلاثية الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسبانية. وكان التتويج الأوروبي في ويمبلي الحدث الأبرز، حيث حصل كل لاعب على 900 ألف يورو، في حين حصد لاعب كرة السلة أيضا جزءا من المكافآت بعد فوزهم بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة. هذا الموسم أضاف نادي العاصمة الإسبانية لقبين جديدين إلى سجله، وهما كأس السوبر الأوروبي وكأس الانتركونتيننتال، لكن التحدي الحقيقي لا يزال قائما مع إمكانية حصد 4 ألقاب أخرى: الدوري الإسباني، كأس الملك، دوري الأبطال، وكأس العالم للأندية. ويعد مونديال الأندية هدفا رئيسيا للإدارة المدريدية، حيث يتوقع أن تصل مكافآت الفوز به إلى 650 ألف يورو لكل لاعب، وهو مبلغ يقارب مكافأة التتويج بدوري الأبطال. وإذا تمكن الفريق من تحقيق جميع الألقاب المتاحة، فقد تصل قيمة المكافآت الإجمالية إلى 80 مليون يورو، وفي المقابل 265 مليون يورو من العائدات التي ستدخل خزائن النادي من الجوائز المالية لهذه البطولة.
لم يغب اللاعبون الشباب عن منظومة المكافآت، إذ حصل بعضهم على مكافآت رمزية رغم عدم مشاركتهم المنتظمة مع الفريق الأول، لكن الطاقم الفني يحصل على مكافآت وفقا للاتفاقيات المنفصلة. كما حصلت إدارة النادي على تعديل عقد اللاعب الشاب أسينسيو ليشمل مكافآت تحقيق الألقاب بعدما كان خارج قائمة المستفيدين بسبب عدم امتلاكه رقما رسميا في الفريق الأول. وبهذه السياسة المالية المدروسة يسعى ريال مدريد لتحفيز لاعبيه على تقديم أقصى ما لديهم في موسم قد يكون استثنائيا من حيث الألقاب والمكافآت المالية على حد سواء. كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني يورغن كلوب، وذلك من أجل خلافة كارلو أنشيلوتي. وبحسب ما ذكره موقع TPR فوتبول فإن ريال مدريد سوف يتواصل قريبا مع كلوب ويعرض عليه تدريب الفريق خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي من المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير له. وكان يورغن كلوب قد غادر تدريب ليفربول الصيف الماضي، لكنه بعد ذلك وافق على تولي منصب المدير الرياضي في أندية الريد وول. وهناك 3 خيارات أمام كلوب، حيث توجد اهتمامات من جانب منتخبي البرازيل ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى ريال مدريد، والذي يرى أن كلوب سيكون المدرب المناسب لقيادة مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا. ويعد المدرب الألماني أحد أهم المدربين على الساحة الرياضية خلال السنوات الأخيرة، واشتهر صراعه مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي. كما تمكن يورغن في التفوق على غوارديولا عدة مرات عندما كان مدربا لفريق ليفربول. كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن إمكانية إلحاق ثنائي الميرينغي لمباراة أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا. ويحتل ريال مدريد مساء يوم الثلاثاء الموافق ل8 من شهر أبريل القادم ضيفا على أرسنال في ذهاب الربع النهائي دوري الأبطال. ويغيب الثنائي فيرلاند ميندي وداني سيبايوس عن الريال بسبب الإصابة، ولكن أشار أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الريال أمام ريال سوسيداد في إياب النصف النهائي كأس ملك إسبانيا المقرر إقامتها اليوم إلى أن إمكانية الحاق الثنائي للقاء الأرسنال. وتحدث أنشيلوتي قائلا: داني سيبايوس وفيرلاند ميندي يحاولون العودة للمشاركة ضد أرسنال. وبسؤاله عن إنزو ابن الأسطورة مارسيلو تحدث قائلا: إنزو ألفيس، أتذكر أننا التقطنا صورة مع والده مارسيلو عندما فزنا بالعاشرة. وتابع: إنزو صنع الفارق أمام أتلتيكو مدريد، لديه مستقبل باهر، وجميع من في ريال مدريد متحمسون جدا له.